لو رجل اعمال بيصنع دكتور، المفروض لو شخص عاوز يخش مجال بيزنس او يبقى زي ما بيقولوا محترف بيزنس بشكل ادق يعني، ان هو يدير بيزنس وشركة والكلام ده. المفروض هو يشتغل، احنا مثلا بنقعد لحد سن 20 او 19 في الكلية، حسب بقى التخصص بقى، كويس. هندسة، طب، صيدلة، تجارة، ايا كان. وبعد كده بيبدأ الرحلة العملية. آه، امتى الوقت اللي انا ابدأ ان انا يعني انور وادي اشارة كده ان انا ابدأ اشتغل على الحتة الخاصة، ان انا اقوي الجزء بتاعي في ان انا ابقى راجل ستارت اب او بيزنس. بص يا هندسة، أنا عندي خبر سيء أصلي في الموضوع ده. الحمد لله. موضوع إنك تبدأ بعد الكلية وبتاع ده أوبشن طبعا، مفيش مشاكل. هاي. لكن أنا من المدرسة التانية بقى، أنا بتكلم مثلا من سن ما الولد أو البنت طالما احنا حابين إنه يخش المجال، وهي حتى مهارات حياتية يعني. آه، مجرد ما يبقى في منتصف كده سن المراهقة، نبدأ نحتك معاه ماديا، مم. ندربه. تمام. يمسك ميزانية البيت أسبوع، يمسك ميزانية البيت يومين، اشتري طلبات البيت. لو مفيش ما يدعو إن هو يعني يبقى يشتغل أو بتاع. مم. كلنا بنبقى من خلفيات مختلفة شوية. صح. احنا بنتكلم على الميدل كلاس فاميليز يعني، مم. عائلات الطبقة المتوسطة اللي العيال مش بتبقى محتاجة أوي إنها تشتغل فيها بدري يعني. تمام. فبندربه. آه، نازلين نشتري حاجة، خد هات لنا كذا. في فرصة إنه ينزل يشتغل عند حد أمين، نبقى عارفين إنه اتدرب شوية على مهارات البيع، على يشيل ده ويحط هنا ويحاسب الزبون ده ويفتح الدرج أو الكاشير، يشتغل كاشير شوية. دي كلها وإن كانت تبدو مهارات سهلة، إلا إن هي بتغرس في نفسه آلية التعامل مع الفلوس. مم. ودي الحتة اللي أنا كنت عاوز أتكلم فيها من البداية خالص، لما قلت لك إن عاوزين نفرد لها شوية. في موضوع الفلوس. اه. فهنركنها تاني برضو شوية، ماشي. عشان وده يأكد على قد إيه هي مهمة، مهارة مهمة جدا. ونكمل بقى عندك السؤال بتاع إن هو إزاي الإنسان يستعد مم. بعد الكلية. أنا مش مع الوضع ده، أنا مع إنه من قبل الثانوي ينزل يحتك بالسوق وبالعالم. مم. طيب ده ما توفرش، حصلت ظروف حالت دون ذلك في الكلية، مم. ما تستناش لحد ما تخلص الكلية. تمام. أنا عرفت الكونسلتنسي وأنا في الكلية، مم. كانت حاجة مش نادرة، حاجة تكاد تكون معدومة مش موجودة. لحسن حظي إنه زي أي شاب بيدور على شغل، لقيت الشغل في ميدان لبنان. شركة كان صاحبها أردني كندي، مم. وكان فاينانشال ادفايزر. وبعدين بدأت الموضوع ده، يعتبر من 98 مثلا. مم. يعني ما ده السؤال برضو. أنا هكمل لحضرتك. اه. فحتة إنه طبعا أنا يعني في الوقت ده أنا مش موجه. الموضوع توافقت هو الظروف أنت بتدور على مم. حاجة ولكن أنت مش موجه. مم. لكن أنا بتكلم على اللي زي حضرتك، اللي اه. زي اللي هو هيبقى عنده ولد أو هيبقى موجه بقى، مم. هيشتغل على عياله بتوجيه. اه. هيحط خطة لعياله مثلا، زي أي زي أي فاميلي بيزنس بيهتم بالجيل التاني والتالت والرابع، وبيحط حوكمة من البداية، ويدرب الأولاد عشان خاطر يجوا يتولوا المسؤولية. هي مش محتاجة تكون فاميلي بيزنس، مم. هي محتاجة تكون فاميلي بس الأول، أوير بأنه الشخص ده ينفع في المستقبل يكون بيزنس اونر، مم. أو نحاول معاه
عشان نستكشف اذا كان هو كده ولا لا. لانه ممكن انا بحاول اشتغل عليه في اتجاه البيزنس، فاستكشف مهارة تانية خالص عنده في الابداع، في الكتابة، في التمثيل، في الموسيقى، في الحفظ، واخد بالك. تمام. فانا يعني مش من الناس اللي بتقول نستنى لحد ما اخلص الجامعة او ابني يخلص الجامعة. ابدأ من بدري. طيب، عدت الفترة ومش عارفين. مم. دخلت الجامعة من داي 1 مم. بدور. اه. يعني انا هشتغل، انا دخلت كلية هندسة، فين شركات المقاولات اللي هتدرب فيها؟ مم. فين شركات التوريدات اللي هتدرب فيها؟ ما انا مهندس ده مش معناه بيبني بس، صحيح. مهندس ده بيتعامل مع الماتيريال. ايوه. طيب فين الشركات اللي هشتغل فيها بتاعة التوريدات؟ مم. طب فين الشركات بتاعة التشطيبات؟ مم. طب فين شركات الإلكتروميكانيك؟ فين شركات الكهرباء؟ فين شركات السباكة؟ مين أحسن حد في التشطيب؟ مين أحسن حد في تشطيب المصانع؟ مم. مين أحسن حد في تشطيب المستشفيات؟ فهو لو هو أراد، الشاب أو طالب الهندسة لو أراد، هيلاقي ألف فرصة وفرصة، وهيلاقي ألف احتياج هو محتاج يتعلمه. زي ما قلت لك كده يا باشمهندس، هو ما ينفعش استنى لحد ما اخلص الكلية وبعدين ابدأ استكشف. المفترض ان في مرحلة قبل كده اسمها الاكسبلوريشن، ايوه. استكشف انا الدنيا فيها ايه. فدخلت كلية هندسة زي ما سبق وقلت لحضرتك، ابدأ اشوف ايه افضل حد في كل مجال. مم. وبالتالي البنود بتاعت ال- الانشاءات حوالي 300 بند. كل شوية بيتفرع منهم بقى. اه، ففين احسن ناس في التشطيبات الخاصة بالشقق مثلا؟ فين احسن ناس خاصة بالتشطيبات في الفلل؟ فين اللي بيشتغلوا في مجال المستشفيات؟ فين اللي بيشتغلوا في مجال المدارس؟ فلو هو عنده الوعي من البداية وحب يشغل نفسه، هو مش هيلاقي عنده وقت فاضي. ايوه. صحيح. ويمكن ال5 سنين بتوع الكلية ما يكفوش انه يلم بكل الحاجات اللي المفروض يلم بيها في السوق. فيبقى ال5 سنين دول إضافة قبل ما يكونوا خصم من عمره. يعني بدل ما يبقوا هو قعدهم في الكلية ريسبتيف، مم. دول 5 سنين خصم. اه. هي أنا عاوز أخليهم 5 سنين مكسب. هو ده حصل معايا بشكل، يعني على ذكر بشكل غير مباشر. آه، ان انا وانا في الكليه كنت بدور على تريننج، يعني ان انا املى الوقت بتاع ال3 شهور وبتاع. يعني رحت الاستاذ الدكتور عادل عقل في هندسه القاهره غني وبس. عن التعريف اه. طبعا. بوجه له التحيه من خلال البودكاست. ف أنا كمان بحيي. فبساله يعني، لان انا ما كنتش عارف امشي ازاي، الطريقه امشي ازاي، اتدرب فين. فقال لي في كذا وكذا، لو عاوز تيجي عند المكتب بتاع. ومن هنا يعني بدات التجربه خلال أنا معرفش التجربة وقتها عملت معاك إزاي، لكن أنت، أنا متأكد إن ما كانش فيه وقت طالما إنك دخلت اللوب. اه. لا. فما كانش فيه وقت إنك تخرج. اه. لا، كان 3 شهور كانهم شغل يعني. بس ولا انا مش بتكلم على 3 شهور الصيف على فكرة، انا بتكلم على 5 سنين ما الكلية. انا بتكلم ال3 شهور بتوع اه، الصيف لمدة بالظبط. 4 سنين في الكلية بتاع التخصص تحديدا، يعني كانوا مية في كلهم المية ف 100%. ف كل ما كان في قدرة اني اخلص السكاشن والمحاضرات وانزل على ارض الواقع ولو فترة مسائية في شركة، مكتب فني، اي حاجة، اه. تبقى المواقع قفلت خلاص اخر النهار، انزل اشتغل مع الجماعة بتوع الماتيريال، اشوف بيشتروا ازاي المشتريات، انزل اقعد مع المكتب الفني، اشوف الديزاين، اشوف الاخطاء اللي في الديزاين بتتعالج ازاي، عاوزين نعمل جداول زمنية بتعمل ازاي، عاوزين نعمل كوست استيميشن بيتعمل ازاي، اكستنشن اوف تايم بيتعمل ازاي. فدي كلها اضافة في عمره كمهندس. يخرج فنية ومالية. 100% اه. يخرج آه، إذا قرر يمشي الكارير بتاع انجينير، فبيبدأ وهو عنده باك جراوند
ناس تخطفه وتتهافت عليه الشركات، إذا قرر إن هو في قدرة مالية مثلا، وإنه هيتعلم الإدارة وهيبدأ يعمل مجال، يعمل بيزنس لنفسه أو في بيزنس عائلي أو بتاع، هيبقى جاهز. صح. فحتة إن أنا أنتظر بعد الكلية ثم أقرر أشوف يا ترى العالم عاوز إيه، لا ده يعني تفكير مش سديد، وما عادش يناسب الأيام، صح. ما عادش يناسب لان الوقت. الدنيا كل شويه بتتغير وفي حاجات كتير بتزيد. التغيير هو سيد الموقف. التغيير هو الثابت الوحيد في الحياه. 100%. زي ما حضرتك بتقول. التغيير سيد الموقف. اه. ده في كل الأوقات. دلوقتي التغيير المتنامي المتسارع هو سيد الموقف. ايوه صح. يعني لا يكفي انك توصفه التغيير بس. مم. اتفضل. طيب يمكن انا عاوز يعني ابحر شويه في جزء شخصي عند حضرتك، في اللي هي الباك جراوند اللي ولدت الاستشاري، ان حضرتك مشيت المسارين مع بعض، شخصي وعلمي. واللي انا عارفه ان الاتنين اتسقوا مع بعض ومشوا في نفس اللاين يعني. فهل حضرتك اصلا من الاول آه، يعني كنت عارف ان الحتة دي المميز فيها وهتشتغل فيها، ولا هو الموضوع جاء نتيجة الدراسة ولا ايه؟ هو انا معرفش انا كنت مميز في ايه وقتها، اه. لكن انا وقعت تحت ايد خبير من حسن الحظ وحسن الطالع، يعني زي اه. ما بيقولوا. ويمكن هي نتيجة مكافأة البحث، اه. انك بتدور، فربنا سبحانه وتعالى وفقك لحد أضاء قدامك النور. النور وقال لك إنه في المجال ده. اه. آه، على النقيض تماما. مم. أنا مش عيلتي ملهاش علاقة بالبيزنس، مم. وما كانش عندنا المهارات دي في البيت، ولا الاتجاه ده نفسه يعني، ايوه. ولم أؤسس لكده. مم. يعني ما حصلش في يوم من الأيام إنه تم تأسيسي إني هكون رجل أعمال أو بيزنس كونسلتنت أو في المجال أصلا يعني. هو كان بيتم تجهيزك لحاجة تانية خالص. ايوه. وبعدين شيء راجع للشخصية وشيء راجع للوعي. مم. راجع للشخصية. أنا يعني ما بحبش أتحط مكان ما حد بيحطني، يعني ما بحبش وصف المفعول به. ايوه. يعني طالما أنا كبرت كفاية، أو مثلا عندي بحكم إن أنا كبير البيت مثلا، كبير العيلة بعد الوالد الله الله يرحمه، يرحمه. شايف إنه من حقك إنك تخوض تجربة أخرى، تمام. ولو على حسابك. مم. يعني ما كانش عندي رفاهية المالية مثلا إني أتعلم مم. البيزنس، ما كانش عندي الرفاهية المالية إني أخوض البيزنس، أقتحم المجال. ما كانش عندي رفاهية أخد كورسات مثلا، أو أدرس MBA أو يعني أي مكان. حتة الوعي ممكن يكون ما عجبنيش وضع ما اه. في الحياة الأسرية مثلا. في ما عجبنيش إن الوالد مثلا موظف أو كان موظف، هو ده كان مناسب للسياق بتاعه. الوالد الله يرحمه كان اه. واحد من أبطال حرب الاستنزاف أكتوبر. اه. ان شاء الله. فطبعا دخل الجيش فترة كبيرة، قعد 7 سنين في الجيش. اه. وبعدين هو دخل الجيش وهو متعين، ايوه. كان خلص تعليم متعين. كان أيام جواب التكليف بيتبعت للبيت. صح صح. وخلص، وكان لما خلص الجيش كان بقاله بتاع 8 سنين موظف. فده كان مناسب الفترة لعيشته، الفترة ساعتها المرحلة المرحلة بتاعته، بتاعته.
قدر يتجوز من الدخل ده، قدر يفتح بيت منه. اللي ماما ربنا يديها الصحة كان لازم. في التربية والتعليم برضو معاه، فكانت بتساعد. البيت قايم على كتاف الاتنين. في المرحلة بتاعتهم وفي وقتهم في السبعينات التمانينات بداية التسعينات ده كان مناسب. ايوه. مش مناسب ليا أنا يمكن يعني. اه اتفضل. النقطة اللي أنا عاوز يعني أبينها بشكل أكتر للناس اللي بتسمع أو تشوف، إن هو إن دلوقتي في فرصة إن في حد بيوجهك ويقولك إن في مجال اسمه البيزنس كونسلتيشن مية أو في المية. الكونسلتيشن. زمان ما كانش موجود. نو ما كانش فيمكن أساسا البيزنس مايند سيت ما كانش نفسها ما كانش موجود. كانتش تحاوطني من لان أي جهة. زي ما حضرتك بتقول كان جواب التعيين بيجي كموظف، فكده كده الناس بتمشي في المسار ده اوريدي خلاص. فخلاص بيجي له مصدر دخل شهري والدنيا تمام. زي ما حضرتك قلت برضو ان الدنيا اتطورت مع السنين، فبقى في المجال ده ففي بقى في قليل. مجال ده، المجال ده انبثق من مجالات أخرى. اه المجال ده انبثق من مجال البيزنس، اه يعني هو مجال بيخدم على مجال البيزنس. بالظبط. أنا المجال الأصلي والمجال الفرعي ما كانش حواليا بأي طريقة كانت. يعني أقدر أقول إن أنا خرجت كده ده فعل إلهي. آه، توافقت مشيئة الله سبحانه وتعالى مع رغبتي. اه وذلك حتة إن أنا بحب شغلي وهو ملائم لشخصيتي، أو أنا والبيزنس وشخصيتي، أو المجال اللي أنا فيه وشخصيتي يكاد يكونوا متطابقين. ايوه. تمام التطابق. يعني مش حاسس بأي نوع من أنواع الديفرنسز بيني وبين المجال. مش حاسس إن أنا مثلا متضايق وأنا فيه. مش حاسس إن أنا عاوز أعاقر مجال آخر اه أشتغل مجال آخر. بالعكس تمام. أنا راضي تماما عن التجربة من أولها إلى الآن. إن ما شاء شاء الله. الله ربنا يقدرنا ونكمل. ان شاء الله باذن الله. لكن التجربة من 98 حتى الأهل ما كانوش يعرفوا الموضوع. ايوه. وما كانوش مش ما يدركوش الأمر. لكن كانتش الثقافه دي موجوده يعني. الثقافة مش موجودة. إيه راجل عنده شركة استشارات مالية. ما هو زي دلوقتي مثلا على ذكر محاك الناس اللي بتشتغل اونلاين من البيت، كان زمان الثقافه دي مش موجوده، بقى مية في دلوقتي المية. هي الحياه مية الطبيعي، في المية. مية فالتطور في المية. بيخلق الثقافه عند الناس يعني. فأنا مثلا ما قلتش إن أنا بعمل كده أو أنا بشتغل كده أو بتعلم حاجة مثلا جديدة. الأهل بيبقى لهم توجه من الولد. ايوه. فأنت بتحاول ترضي الناس، لكن أنت ليك حتة شايف نفسك فيها أو لقيت نفسك فيها، فبتحاول تشتغل عليها مم. وبتطور نفسك في المجال. أما جات الفرصة للسفر، آه، الناس اللي هم الغرب اللي أنا كنت بشتغل معاهم سواء في الخليج أو غير الخليج، هم الناس ما كانتش مصدقة إن أنا أوير باللي هم بيتكلموا فيه. كويس. فهو وده جاي نتيجه عرفته إزاي؟ عرفته بالتدريب في اه الأماكن الفلانية واتدربت مع فلان. يعني أنا أفتكر كلام قديم قوي، بس لسه برضو فيها حاجات عالقة في الذاكرة يعني. جرى في النهر مياه كثيرة. ما شاء الله. كان أيامها في حاجة اسمها حاجة مرتبطة بالرياضة، الرياضيات. اه احسن. الحساب الذهني. اه ده كان ده كان حاجة كده طفرة في 95 مم. و96 و97. كان طفرة وما كانش يعني كنت تسمع عنه لأن كنت بقرأ وبتاع أنا مش تلفزيوني، ما بحبش التلفزيون ولا في أي مرحلة من المراحل كنت من المشدودين للتلفزيون. حتى أنا التلفزيون مش في حياتي الشخصية، مش ايوه أنت عارف الموضوع ايوه ده. نعم. فكنت يعني أقرأ المجلات العلمية وكنت أجيب مجلة. كان دكتور
مصطفى محمود الله يرحمه ارحم. كان له مجلة شهرية بتصدر كان اسمها العلم، اه. فاجيبها اقراها. كنت اجيب المجلة اللي بتطلع من الكويت اقراها، فكان فيها ابحاث كتير. فاتفاجئت ان هم عاملين اعلان، اعتقد في الجمهورية مش فاكر في حاجة، عن الموضوع بتاع الرياضة ده، الرياضيات. فقدمت الاختبار، اتفاجئت ان انا طالع الاول. اه ما شاء الله. و... والراجل كان حد اردني كندي، مم. كان بيدير النشاط ده مم. جنب النشاط بتاعه شركة الاستشارات المالية، ومعاه حد تونسي على ما افتكر، مم. تونسي او جزائري. واحتفوا بيا جدا، وفي فرصة بقى انك تسافر بره وبتاع ايوه. وبرضه البيت ما يعرفش حاجة، يعني مش ما بحكيش، يعني مش كتير الكلام ايوه ايوه انا أو عارف. فسري بيبقى والدتي دايما. ربنا يبارك. لما كانت تيجي الفرصة نتكلم بقى، نقعد نتكلم واحكي لها وبتاع. فمن هنا عرفت ان انا مش شبه الاعداد اللي البيت اتفق عليه، مم. يعني مش شبه البداية اللي البيت عاوزه مني مثلا. ودي انا هتقودنا النقطة حضرتك، اما حضرتك سافرت بره مصر عشان بتدور على فرصة افضل، حضرتك ما عملتش زي الاغلب اللي بيسافر بيشتغل في الوظيفة وبيجمع فلوس وبيرجع مصر. لا انا ما انا انا هكمل. خدت تراك تاني. اه ما انا عارف، انا عشان انا برضو حابب يعني ادي يعني ومضة كده في الحتة دي عشان الناس تستفيد. انا حضرتك برضو رحت للحتة ان انت تثقل نفسك، الحتة العلمية جانب الشغل في شركات كبيرة او مؤسسات كبيرة، كنت بتسافر دول تحضر سيشن عشان تثقل الحتة الخاصة بالكونسلتيشن، يعني هي كانتش موجودة في مصر ولا الوطن العربي اصلا يعني. صح كده ولا انا؟ هي كانت موجودة بره كشركات كبيرة زي ديلويت او ماكنزي. ماكنزي. مم. آه، لكن برضو انا عامل حسابي ان انا هرجع مصر، مم. او مش هرجع مصر، هبقى في الوطن العربي. انا مش من محبي العيشة في الغرب، مم. لكن انا احب الانتاج الغربي. اه. احترم جدا البحث العلمي في الغرب، مم. احترم الثقافة بتاعته في البحث والتطوير والعمل، لكن ما احبش اعيش في الغرب. مم. يعني ما احبش عيالي مثلا يتربوا خارج الثقافة العربية. هاي. وبرضو يبقى في مساحة من الحرية وإنه يغلط يعني ايوه احنا بشر يعني. صحيح. لكن الثقافة الغربية في التربية ما اعتمدهاش. فكده كده هرجع مصر أو هفضل في الدول العربية أو هعيش في سوريا، لأن أنا كان ليا تجربة شخصية في سوريا مثلا. وحتى لما كنت متزوج الزوجة الإنجليزية الله يرحمها، الله يرحمه. آه، ما فكرتش برضو ان انا هعيش في انجلترا يعني. مم. حتى لو كنت حصلت على الجنسية او كده، ما كنتش برضو بفكر ان انا هعيش في اوروبا مثلا. مم. ماشي زيارات، احضر سيمينارز، اتعلم حاجات جديدة الى اخره. لكن شاءت ارادة الله انه تقريبا سنة 95 قرأت بحث. تعرف أنا دودة قراية ايوه وبتاع، وطبعا ما كانش في نت ايامها، واحنا يعني ما كانش عندي كمبيوتر، يعني انا مش 95 كانت لسه ما فيش حاجة، اه البدايات.
حتى ما كانش عندي النولج بتاعت مم. الانترنت او كده. فاشتريت مجلة، وبعدين المجلة كانت بتتكلم، كان العنوان كان صارخ، Die of American Dream. مم. مش فاكر ده 95 حاجة في الحدود دي، 97 95. ف وكان دي يعني بداية معرفتي قوي، ويعني يقيني انه امريكا نظام هش حرامي، آه، قايم على اكتاف ناس تانية. هو شاطر في الاستقطاب، مم. شاطر في الاكوزيشن، أيوة. لكن الجذر بتاعه مش زيه زي الدولة اللي بيرعاها يعني. أيوة. واخد بالك، ملوش جذر يعني. أيوة. فالبحث ده كان بيتكلم انه الحلم الامريكي ده انتهى في الثمانينات، او بدأ يتداعى في الثمانينات، وبعدين خلص في التسعينات. مم. فما تعلقش قلبي قوي يعني بحتة القعدة في أوروبا، أو السفر لأمريكا والقعدة في أمريكا والحياة الغربية وبتاع. فقلت لا، أتعلم كويس لكن أفضل في الريجن بتاعتنا دي. اه. وكان كان لي حلم إن أنا أعيش في سوريا. اه. أنا كنت من الدول اللي كنت يعني أتعشم وأحب إن أنا أعيش فيها مم. كانت سوريا، ولي أصدقاء طبعا في سوريا، و... ومعارف وعلاقات شخصية كتير وبتاع. فقلت أنا مش جاي أعمل فلوس. هنا بقى اه. هنا قرار. هنا القرار. مم. في التزامات بحكم إنك كبير العيلة أو كبير البيت يبقى لازم تعملها، لكن آه لا يمكن يبقى الهدف من السفر ولا في أي مرحلة من المراحل هو إنك تعمل فلوس بس. اه. يعني إذا شاءت القدرة الإلهية إنك تعمل فلوس، تتعلم الأول وتعمل فلوس، كويس. يعني more than perfect يعني. مم. لكن تتعلم وما تعملش فلوس، أوكي أنا عاوز أتعلم. مم. ف فين أحسن حاجة في كل حاجة؟ مم. أقوى ام بي اي في الاستراتيجي، مم. أقوى ام بي اي في الماركتينج، أقوى ام بي اي في الاتش ار. مم. طيب ليه مش متخصص في حاجة؟ ليه ما تتخصصش مثلا في الاتش ار؟ لان انا عاوز ابقى كونسلتنت. مم. انا مش عاوز اكون خلاص رسمت المسار، انت عاوز تبقى مش كونسلتنت. عاوز اشتغل موظف مم. او اقفل الكارير كله على تبقى الاند اوف كارير او الريتايرمنت بلان بتاعتي ان انا موظف كبير مثلا في الاتش ار، او موظف كبير في الماركتينج، او موظف كبير في الاستراتيجي. مم. وخليني اقول لك انه الوقت ده كانت الام بي اي طفرة. ايوه. والأصدقاء بقى والأصحاب، عشان أنا يعني ما كانش ليا في التجربة بره أصدقاء كتير، يمكن ما خرجتش من التجربة كلها غير بواحد أو اتنين. ايوه. المهندس كمال، ربنا يبارك في عمره. ايوه. آه، ف يعني ما فيش يعني محدش اه كان ما في توافق فكري أو مع ناس. أنا أساسا مش عاوز الزحمة. مم. مركز أنا في هدف جاي معين. في هدف اه. معين عاوز أخلصه. آه، مهندس محمد كمال كان من الناس اللي بتدعم الحتة دي. اه. فخلاص احنا متوافقين بقى في الموضوع ده. فمن ايه احسن حتة تدي اتش ار؟ اوكي انا هاخد الاتش ار. ايه احسن حد يدرس الماركتنج؟ يبقى هدرس ايه احسن مجال بيدرس الاستراتيجي؟ اوكي هاخد فالجماعة الأصدقاء وبتاع الأصحاب يقول يا لك هتدفع عمي فلوس ليه في ادفع العيادة؟ كل الفلوس دي، الام بي اي ب 200,000 هنجيب درهم بيت في في الوقت ده في انت تجيب بيت في مصر. خلاص. فتمام. عندي يقين، معرفش برضه هو جه منين، جه من القراية، جه من متعرفش يعني،
انه مقولة العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، مم. آه، انا سمعتها من والدي مثلا مم. ربنا يرحمه. من 40 سنة مم. مثلا، او اكتر او اقل، لكن هي ترسخت جوايا. آه، وانا بثور على النظام اللي كان محطوط لي، مم. يعني وانا بثور على فكرة انك هتعمل كده وهتبقى كده في المستقبل. ترسخ جوايا ان من يعني ينجح هذه الثورة هو العلم. مم. بعض الأصدقاء رجال الأعمال اللي يعني بتشرف إن أنا بشتغل معاهم يقول لي أنت دوست قوي في موضوع العلم ده، دوست كتير. ايوه. أقول له ماشي تمام، يعني ده أنا شايف إن ده شيء إيجابي يعني، وشايف إنه العلم يجيب فلوس. مم. يعني by science or education you can make perfect living. مم. فحتة إن أنت العلماء أو اللي عندهم علم أو المتعلمين كويس ما بيعرفوش يعملوا فلوس، أو ما حيلتهمش فلوس، أو بيعيشوا حياة الرهبنة. حياة شظف اه. والعيش وبتاع. أنا بصراحة ما آه، شفت نماذج أخرى، نماذج غربية. شفته من كتاب واحد بيألفه بيعيش مليونير، مم. وبيعيش أفخم عيشة في حياته. فكان بالنسبة لي فكرة إنه ما تعملش فلوس بالعلم دي مش دارجة. أنا يعني ولا مرة تخيلت إن العلم مش هيجيب مردود، بس برضو ولا مرة أنا كنت مستعجل على المردود. مم. أنا دي مرحلة التعلم، يبقى لازم أتعلم كويس. مم. أقعد 15 سنة أتعلم، أقعد 15 سنة أتعلم، أقعد 10 سنين أتعلم طالما بشتغل ومكفي الالتزامات التزامات. اللي عليا، مم. وعارف أقتطع جزء بتعلم بيه في أعلى معاهد الإدارة. طب ليه لا؟ لم تبدو لي فكرة جيدة إنه أحط الفلوس في الخرسانة زي ما بنصح الناس إنه ما يعملوش، مم. لمجرد إنه هذا انعكاس السفر إلى الخارج. ايوه. أنا عاوز أعكس لمين يعني؟ برضه مش فاهم. ايوه. يعني أنا عاوز أعمل لمين؟ ليا أنا شخصيا. أوكي، فيلا دي بتتأجر بكام؟ أنا هشتغل وأجر مم. بس، واسمه بند الإيجار يعني، ايوه. عادي يعني. كده هكذا تدار اه. بعدين بعد شوية فرق ترتيبة الدماغ بقى بنحت بيها. بعد شوية خلصنا مرحلة ما في الشغل، عملنا stability في البيزنس، أو عملنا ليه ما عملنا whatever يعني، عشان ما يعني الواحد ما يتقالش إنه بيمدح في نفسه ولا حاجة. عملت اللي عملته، عملت ستيج معينة. أوكي، فكر بعد كده يجي البيت بقى ككماليات. مم. فالبيت essential، يعني أبني بيت ده essential في التفكير؟ لا. ايوه. تمام. آه، العربية essential، مم. يعني هي اللي هتجيب لأن العربية أنا هتحرك بيها وبروح الشغل وبنزل وبروح بلد واتنين وعشرة. العربية مهمة جدا إن يبقى في عربية، وتبقى عربية مريحة، وممكن تبقى عربية واتنين ايوه. عشان خاطر تكرار السفر لأماكن بعيد وبتاع. وبحكم الشغل أنا ممكن أروح مناطق بامبي رودز يعني، فوق وتحت جبل وبتاع. مم. أنا واحد من الناس اللي بينزل على الأرض على شغله، مم. وأنت عارف الكلام ده كويس. ايوه ده حقيقي. فما ما بشتغلش على الورقة والقلم مثلا، أو بشتغلش على اللاب وبسيب البروجكت أو السايت معرفش عنه حاجة. أنا بنزل اه. شوف على كل حاجة على الأرض الطبيعة. وبشوف كل حاجة عملي، واتعلمت من ده. اتعلمت من ده ازاي اتكلم مع الصنايعي، وازاي اتكلم مع البيزنس اونر، وازاي اتكلم مع التيم ليدر، وازاي اقرا السوبرفايزر واشوف الخط اللي بين الفاصل ما بين السوبرفايزر وما بين التيم ليدر وبين السكيلد ليبر او الى اخره التصنيفات. فدي كلها حاجات انت ما كنتش هتعرفها لو انت متقوقع
في التكييف في المكتب، وقاعد and you don't know exactly how it's run، يعني ما تعرفش هي بتجري ازاي ماشية طيب. ازاي. فلا، انا على الارض، فالعربية قبل البيت. اه. طيب. طيب يا دكتور، احنا يعني حابين حضرتك يعني تنصح الناس ببعض الكتب اللي هو ممكن يستفيد منها كقراءة، ان هو يستزيد في الجزء الخاص بالبيزنس او معرفته بالامور المالية عامة، بجانب اللي هو يعني سواء بقى هو مهندس، دكتور، صيدلي، يعني خريج تجارة، استزاد من الحتة دي في الكلية وفي بص، الشغل. هو الموضوع ده انا عملت فيه بوست مم. كل فترة بثبته، يعني تقريبا تمام. كتبته باين في 2010، مم. سوري، في 2015 حاجة زي كده، وجددته كام مرة. صحيح. وفي تقريبا 35 كتاب ل40 كتاب تقريبا، دول لازم يكونوا في مكتبة أي حد قرر إنه يدخل مجال البيزنس. كده محدش هيدخل مجال البيزنس في مصر، الحمد لله. مفيش مشكلة. محدش مفيش مفيش. مشكلة احنا يعني. عاوزين بس 5 يعني أنا نلين بيهم أنا مش يبدأوا. فاقد الأمل في الناس للدرجة دي، بس تمام يعني. لا يا جماعة، بحيث نطلع الأول وندي التاني والتالت يعني. ما هو أنا يعني كتبت لما ايوه انا عارف. كتبت البوست كتبته للي عاوز، صحيح. اللي ايوه. هو الجد. مم. وخليني أقول لك إنه يعني، خلينا نقول إن هم 40 كتاب مم. مثلا. ولسه كنت بقول لك قبل ما تقطعني، هم مش كتب مجلدات، مم. يعني تعتبروا بلغة الكتاب الأكاديمي كتيبات، ايوه. اللي 150 صفحة، 180 صفحة، ماكس 200، 250 صفحة. فيقدر على في سنة، لو هيقرأ مثلا كل يوم شوية، مم. هيقرأ له، قلنا متوسط الكتاب مثلا 150 صفحة في 40، يعملوا كام؟ يعملوا مثلا 6000 صفحة. مم. 6000 صفحة دول، لو قلنا على السنة فيها 300 وحاجة 65 يوم مثلا، قلنا على 300 يا سيدي، مم. اتكلم في ايوه. 20 في صفحة. في اليوم. 20 صفحة في اليوم كله. مم. يقراهم بقى PDF، مم. يقراهم هارد بوك، كتاب مطبوع، يقراهم زي ما يقراهم برنتد أو بتاع. 20 صفحة، وكده خد الايه الحقنة الكاملة يا سيدي، كده خد اه. مجرد انه هيدرك الموضوع ده، هو هيكتشف لوحده ان هو عاوز يستزيد، ايوه. مش هيقف. العلم يحلو كلما كررته. مم. فخلينا نقول يا سيدي احنا عاوزين نبدأ ب5 كتب، مفيش مشكلة. ايوه. first of all بس دلوقتي لازم. في مفهوم الزتونة لا فالناس. أنا للأسف الشديد. فما أنا حدش عارف طبعا، أنا فعشان عارف كده بقول لك 5 يعني نبدأ بس والناس تكمل أنا بعدين. عارف أنا عارف أنا عارف أنا عارف، أنا بعد واعي. الاونلاين بقى واعي الدنيا. واعي بالسوق، اه. واعي باللي بيحصل فيه. احنا بنبصمص لحد كده، لحد ما نوصل لإيه، فتات كده. النواة بتاعة الزتونة. اه. واخد بالك، هندور على حاجة في نتفه الموضوع لدرجة ان هو يبقى زتونة، وبعدين مم. نخش على النواة بتاعة الزتونة. ما كانش حد ألف. ايوه. يعني كان العلماء في العالم دخلوا القبور بقى، وكفاية كده، ولا مم. حد ألف ولا حد يقرأ. فاحنا عاوزين نفوق الناس، يعني إذا كان ده وسيلة للاستفاقة يبقى يا صحيح. ريت يعني، اه. يمكن حد يستفيق. اه. ما ينفعش تخش مجال البيزنس وانت مش عارف مين روبرت كيوساكي، مم. مين نابليون هيل، مم. آه، كتاب الأب الغني والأب الفقير. مم. ما ينفعش تقراه، يعني ما ينفعش تدخل مجال البيزنس غير ما تقراه. ما ينفعش ما تقراش السلسلة كلها بقى، اه. يعني هتقرا الكتاب
لو انك واعي، الشخص اللي بيقرأ واعي لنفسه، هيلاقي نفسه لوحده عاوز يقرأ سلسلة الكتب. ما ينفعش ما تعرفش مين فرانكلين كوفي او ستيفن كوفي. ما ينفعش ما تقراش كتاب العادات السبع أيوة. وكتاب العادة التامة. نعم. ما ينفعش ما تبقاش عارف مين جو جيرارد، أيوة. ولا تقراش كتاب زي كيف تبيع أي شيء لأي شخص. احنا ما قلناش 10 كتب ولا حاجة. كويسين رضا. تمام. آه بس مش كفاية. ايوه. يعني أنا بحب أدي احنا ممكن نبقى المعلومة ننزل كاملة. البوست بقى بتاع حتى حضرتك. إن سئلت بالظبط كده اه. ننزل بوست، حتى إن سئلت بقى أمام الله إن أنا نصحت فأنا نصحت. اه. آه مينفعش ما تقراش لفيلسوف علم الإدارة الحديث ما تبقاش عارف ده مين وانت بتشتغل في المجال. ما تبقاش عارف بيتر دراكر، ما تبقاش عارف الكتب بتاعت بيتر دراكر. واخد بالك؟ ففي كتب، والكتب دي كلها متاحة وأسعارها زهيدة زهيدة زهيدة. ايوه. يعني بتتباع على الرصيف. الكتب اللي أنا قلتها حالا دلوقتي هي كتب من أقيم كتب العالم. ده بارادوكس عجيب. ده يعني مش عارفها بالعربي حاجة، قمة التناقض يعني. مم. الكتب دي مؤلفينها أعتقد والله أعلم، بحكم إن أنا راجل مؤلف يعني، ايوه طبعا. أعتقد إنهم ما بياخدوش حاجة من مصر. لا مش. مستحيل يكونوا بياخدوا، وبالتالي مستحيل يبقوا عارفين إن كتبهم مرمية على الرصيفة في مصر. وإلا كانوا رفعوا علينا قضايا بقى، على الدولة نفسها قضايا يعني. ايوه. الكتب دي مرمية على الرصيفة، موجودة كتاب ب30 جنيه وب50 جنيه وب80 جنيه وب100 جنيه. بيتضرب هنا في واخد وسط بقى؟ أيوه البلد ولسه بالظبط، باين. بتضرب في وسط البلد وبتباع على الرصيف. ده الحد الأدنى اللي المفترض تقراه عشان نقول انت يعني ايه، جاهز، عندك الوعي الجنرال مش السبيسيفيك، الجنرال عن الموضوع يبقى شكله عامل ازاي. طبعا. فتحس بالخطورة مم. وتستشعر الجدية. يبقى عندك خطورة الموقف ده عامل ازاي، ما تخشش وتخسر فلوسك، وجدية ال- الدخول إلى عالم البيزنس. تمام. لأنه when it comes to money يا هندسة it's supposed to be top serious. صح. ايوه. يعني قمة القمة في الجدية طالما بنتكلم في الفلوس. صح. طيب على ذكر الكتب حضرتك نصحت الناس يعني تقرأ فيها بالبيزنس وكده. حضرتك ما شاء الله يعني يعني خلصنا قصة قفلنا اللعبة في الجزء الخاص ما شاء الله بالشغل والاستشارات. وبرضو كان ليك انبوت كبير على مستوى العالم في إن حضرتك ليك مؤلفات ما شاء الله أكتر من 16 مؤلف. وفي أكيد حاجات في الطريق. إن شاء الله. إن شاء الله يعني. بس الحمد لله كلهم مش بالعربي. كلهم بالإنجليش. ف فهل حضرتك يعني ده بحكم ان الثقافة والتكوين تم زي ما قلنا في الحلقة ناحية غربية، وبتستهدف الناس اللي هم على نفس اللاين دول، اللي هم الناس المؤلفين اللي هم اصل القصة دي اللي هم الغرب سواء في اوروبا او امريكا. مش مستهدف الوطن العربي في الموضوع، لان يعني احنا اصلا في الوطن العربي ما بنقراش عربي بقى حضرتك بالانجليش وفي البيزنس. انطلاقا من الكلام ده هو الإجابة في اللي انت قلته كله. اه. انطلاقا منه انه آه، هتسري المكتبة العربية بإيه؟ والقارئ اللي انت مستهدف له إسراء المكتبة لا يقرأ. اه. ف من المشاهد اللي موجودة في الغرب إنه الكتاب محطوط في فاترينا، مم. وتقدر تروح مثلا بلاش الغرب خالص، خلينا على دبي عشان اه. يعني الجماعة اللي بيبقوا يزعلوا. عندك جرير، اه. عندك
كينوكونيا دي بالياباني معناها دار الكتاب أو المكتبة. مم. دي موجودة في دبي مول، صرح، وموجود في أكتر من دولة، مش موجود طبعا في مصر، لأنه أكيد الدراسات بتاعتهم يعني دراسات السوق اللي عملوها لقوا إنه إحنا يا جماعة هنا ما بيستثمروش في الكتاب. آه، صرح ايوه. عبقري في دبي مول. في بوردرز، مكاتب بوردرز دي إنجليزية. فأنا بصراحة وأنا بألف أنا اتعلمت التخصص إنجليزي، ما اتعلمتوش عربي. مم. يعني ما كانش أستاذي بيقول عربي. مم. فهي جت من البداية إن أنا الأستاذ اللي درس لي ما قالش عربي، اه. وأنا ما قريتش في كتاب عربي، ولذلك لا يحضرني في الذاكرة حد مؤلف عربي في المجال. يمكن اتنين بالكتير يعني، الباقي أعتبره مترجم. اه. حتى لو كان أستاذ جامعة، يعني إذا كان هو، أنا أعرف مثلا أشخاص آه، لهم مؤلفات في السوق باللغة العربية. هو بنسبة، وجهة نظر أنا الشخصية حتى لا أتحمل على حد يعني، بنسبة 90% مترجم مم. من كتاب أنا قريته، أنا أعرفه قديما يعني من فترة. فممكن تقول إنه الله يرحمه الدكتور دكتور سيد الهواري، ايوه. الله اه. عليه رحمة الله، ودكتور علي السلمي، ايوه. ربنا يديله الصحة ويبارك في عمره. دول اللي ممكن تقول آه، مصريين ألفوا في المجال وكان لهم باع فيه، مم. دكتور سيد الهواري والدكتور علي السلمي. فأنا ما اتعلمتوش ولو في حد يعني على نفس المستوى أنا ما أعرفوش فأنا بعتذر له، عشان اه. بس أكيد بيبقى له طلبة أو مريدين أو إلى آخره، يعني يفتكروا إن أنا تجاهلته أو بتاع. لكن أنت تعرف المكتبة بتاعتي، ايوه ما شاء الله. أنا ما عنديش كتاب عربي. مم. ممكن يبقى الكتاب مترجم، جايبه من جرير مثلا أو العبيكان، للأسف برضو ما فيش إلا مؤخرا، يمكن عصير الكتب اللي بيترجم. آه، ما كانش فيه قبل كده، أو أنا وأنا بتعلم ما كانش فيه. لما مثلا ب25 سنة ما كانش فيه الإتاحة دي مترجمة، كتب متخصصة في مترجمة في مصر. ولا اتعلمت بره، وما درستوش بالعربي، ما مم. درستش التخصص بالعربي، ولا يحضرني حتى واحنا بنتناقش. دلوقتي بقيت متطور شوية في حتة ان انا عارف انا عارف المفهوم، بكلمه لك، بتكلم معاك فيه عربي اه. يعني، ما بترجموش يعني، استخدمته في السياق كثيرا، مم. فبقيت عارف اقوله عربي مم. كتير. لكن هو الاول ما كنتش بقوله عربي، مم. يعني في بداية الشغل هنا في مصر ما كنتش وكان بيتفهم دي بالتنطيط بقى وفزلكة اه. وبتاع. هو لازم اقرا كتب مترجمة. انا قريت بقى كتب مترجمة اشوف هما المترجم بيقولوا ازاي، مم. لان انا كمان لا اتعلمت عربي ولا فهمت عربي، مم. ولا لما امتحنته عربي، ايوه. ولا لما ناقشته عربي، ولا لما بريزنتد في الشغل بريزنت عربي. ما كانش في العربي، ما كانش موجود اه. في المنظومة هي يعني. الكوميونتي كلها كانت اه بتتعامل هو كان كده، بال كله كان انجلش. فمؤخرا ان شاء الله احنا بدأنا تعاقدنا مع دار ترجمة. ان شاء الله. انا حاولت اجتهد الفترة اللي فاتت انه يبقى في مترجمين معانا في الشركة. للأسف فشلت. بقول يعني أعلن ذلك، دي من الحاجات اللي أنا فشلت فيها، إن يبقى في مترجمين متخصصين في البيزنس، مم. يبقى عندهم الصبر على إن هو يتعلم لغتين المصطلح وشرحه اه. والإيديومز والجارجن لانجوج بتاع الموضوع. آه، للأسف تعاقدنا مع دار ترجمة إنها تبدأ تترجم الكتب. هم بفضل الله 18 كتاب اه ما شاء الله.
آخرهم اللي هو منشور على أمازون. اه فالحمد يعني الكتب ما شاء الله بتلف معارض دولية يعني الحمد لله. لله بفضل الله. فبدأنا بقى في الترجمة، اه إن شاء الله تبقى متوفرة قريب. ان شاء الله بإذن الله. ترجمة كتب مترجمة عربي إن شاء الله. ان شاء الله. طبعا الحديث مع حضرتك ممتع يا دكتور، بس يعني احنا على دماغي يا باشمهندس. وصلنا زي ما بيقولوا يعني النهاية للحلقة دي، بس هنكمل حلقات تانية أكيد يعني لو يا وقتك يسمح. ما وعدكش بس تمام. لأن يعني في مواضيع كتير عاوزين ندخل فيها، حبينا إن ماشي الحلقة دي يبقى إيه، نناقش أمور ماشي يا هندسة حاضر. من بره كده مقتطفات عشان يبقى الحلقة متنوعة يعني. آخر حاجة يعني لو هتدي نصيحة لحد عامة زي ما بيقولوا في الحياة أو في شغل أو whatever الحاجة، يعني النصيحة تحب تنصح بإيه يعني؟ أنا مش شايف حق نفسي حد ينصح حد يعني، شخص عادي. بس لو بحكم إن أنا عندي أولاد يعني، اه ربنا ربنا يبارك يخلي فيها. فارس وزين، ربنا يبارك. ويخلي أولاد إخواتي ربنا يبارك فيها. وأولادك الله يخليك. وأولاد أصدقائي. بنت محمد كمال شاهد ربنا يبارك فيها، ربنا يبارك. وفريدة وحمزة الديب. اه آه، لو في نصيحة، لا تكذب، اه عشان مفيش حل للي بيكذب. حتى لا تبالغ، مم. يعني قولها زي ما هي. لا تسوف، مم. عشان ده كارثة زي كارثة الكذب كده بالظبط. اه آه، ركز. تمام. تبقى لا تكذب، لا تسوف، مم. لا تبالغ. اه 3 لاءات هم. طيب. ركز. مم. التركيز بالنسبة لي يعني جملة: follow one course until success. مم. اتبع منهجا واحدا حتى تنجح. صح. فمفيش تركيز، مفيش منهج، مم. مفيش وصول. اه في تركيز، في منهج واضح، في وصول. مم. حتى لو اتأخرت في الوصول هتصل، وسيكون الوصول مدوي. مم. لأنه التأخير مع اللي مركز، يعني نركز بقى معلش في الحتة دي. ايوه أيوة. التأخير مع المركز بيعمل طفرات. صح. لأنه هو متأخر ليه؟ هو متأخر بيكرس. عشان يحليها، اه متأخر عشان يقويها، عشان يعليها. مم. فالتأخير مع المركز بالذات، الشخص اللي بيركز، ودي تجربة أنا عشتها. أنا اتوصفت في أحد الأوقات أو في أحيان إن أنا سلحفة. كان صاحبي عراقي، مم. ربنا يبارك في عمره مم. ويحفظه. يا عم أنت ليه سلحفة كده في أمر ما؟ ايوه. أقول له معلش أنا I know exactly أنا بعمل إيه. ف بطء المركز وصوله بيكون مدوي. ايوه. فلا تكذب، لا تبالغ، even لا تبالغ، زي ما هي، قولها زي ما هي بشكل مجرد. لا تسوف، وركز. تمام. عملت دول هتلاقيك عندك كوميتمنت عالي، والتزم. مم. الناس هتحبك، حتى كارهوك يحترموك. صحيح. اللي بيكرهك بيكرهك لأنك بتعمل وميض على نقص عنده، فهو لا يملك إلا إنه يحترمك، صح. فمش لازم يحبك. مم. وبعدين أنا متأثر بمقولة أعتقد إنها للشافعي، الإمام الشافعي مم. رضي الله عنه. الله ربنا يرحمه. وقريتها، يعني قريتها كانت مقولة فاصلة في حياتي الشخصية. يمكن قريتها سنة مثلا 93 I think أو حاجة كده.
من أحبه كل الناس فهو منافق، ومن كرهه كل الناس فهو فاجر، مم. فابتغي بين ذلك قوامة بقى. مم. يعني لا، ده لا عالي قوي ولا مش لا. لازم يحبني كل الناس، بس أكيد مش لازم يكرهني كل الناس. ده الاعتدال. آه، عمر رضي الله عنه رضي وارضاه، الله عنه. حد من العرب قال له أكرهك، قال له إنما يأس على الحب النساء، مم. فأنا مش نساء. يعني فحتة إنه لازم كل الناس تحبني دي لا، مش مهتم يعني، مش فارقة كتير، مش مهم أوي، أو مش مهم أصلا. كل الناس تكرهني لا طبعا مهم جدا، إنه ما ينفعش كل الناس تكرهني، لا أكيد في ناس بتحبك، لازم يبقى في ناس بتحبك، وإلا يبقى أنت شخص مبغض للكل، ده موضوع غريب يعني. مم. فالشخص اللي بيعمل اللي بيتلافى التلات لاءات وبيركز، بيتربى عنده الكوميتمنت، مم. فلا تملك إلا إنك تحترمه صح. بس. نصائح من زهر. وتكلم بعد أن تتعلم. مم. ايوه. ده موضوع محتاج حلقة لوحده ده ده. ده 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 موضوع محتاج حلقة لوحده ده. ده يجاوبك آه. على سيولة ايوه. المسميات وسيولة الألقاب. الألقاب اللي موجودة عندنا في السوق المصري. ده حقيقي. ده محتاج حلقة فعلا. ان إن شاء شاء الله الله، نتفق. إن شاء الله. يعني أشكرك يا انا باشمهندس. بشكرك يا دكتور جدا. أشكرك، بس نورتني. انت شرفتني ونورتني، ان شاء الله العفو. يعني الناس تستفيد. بس في النهاية انا يمكن بره سياق الحلقة شوية، مينفعش يبقى موجود معايا دكتور طارق طنطاوي وما اسألوش باللي بيحصل في العالم بين إيران وإسرائيل. ايه اللي هيحصل يعني؟ الحرب جاية ولا احنا أصلا في وسط الحرب؟ مش احنا بنتحارب بقالنا 15 سنة. اه. حرب حرب زي الحرب اللي شغالة ما بين الكيان وبين دولة زي إيران، بس هما رغم كل اللي حاصل خسائرهم أقل من الخسائر اللي وقعت على مصر. اه. أنا أعني ما أقول، وبعد إذنكم الكلام ده ينزل زي ما هو كده. ايوه. أنا أعني ما أقول. الحرب اللي دايرة بين دولة الكيان المغتصب وبين إيران بتمارس على مصر أشد منها من 2011 ومن قبل 2011، وكانت إيران ضالعة فيها. مم. فإذا وقعوا البعض أبراج وقتلوا شوية مدنيين هنا ومدنيين هناك، أو عسكريين هنا وعسكريين هناك، إحنا قتل عندنا الآلاف ايوه صحيح. من ربنا الشهداء يرحمه. اللي ملهمش ذنب. ايوه. يعني إحنا دولة مش معتدية، هما الاتنين اعتدوا على بعض. وإن كنت أنا طبعا أميل للجانب الإيراني على الأقل بالهوى الديني، لكن في مصر لا طبعا، احنا اتمارس علينا أخطر من اللي بيحصل ده، وخسرنا خسائر مركبة عن اللي حصل عندهم الاتنين. فاحنا في قلب الموضوع، وربنا يحفظنا ويحفظ البلد وجيشها ان شاء الله. وقيادتها وشبابها وجيشها وشرطتها وقضائها وأهلها وهيئتها. ان شاء الله احنا ربنا. بنعاني يا هندسة من 2011 معمول علينا كماشة. ايوه. كتبت الموضوع ده فعلا على الفيسبوك. ومش عشان دول وقعوا دول كام برج وضربوا كام بناية، احنا عندنا آلاف الشهداء واحنا مش معتدين، صحيح. واخد بالك. فربنا يعصم دماءنا جميعا ان ان شاء شاء الله الله. ربنا. شرفتنا يا دكتور، وان شاء اشكرك يا الله هندسة، دايما اشكرك، نشوفك دايما اشوفك بخير. على خير ان شاء الله. شكرا. في النهاية بشكر الدكتور طارق على الحلقة المميزة المختلفة، وأتمنى إن شاء الله الناس تستفيد بكل كلمة، لأن كل كلمة زي ما بيقولوا إيه يعني محتاجة حلقات كتيرة إن احنا نتناقش فيها. فإن شاء الله استنونا في حلقات جاية مع بودكاست الأسطوات. أشوفكم على خير. السلام عليكم.